السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوف. شفنا لعبة المنتخب العراقي والسعودية، وشفنا لعبة المنتخب العراقي واندونيسيا. يا أخي أنا أشوف العالم زعلانة، حقها تزعل. يعني حقيقة الجمهور العراقي يستحق أكثر من هذا الشيء. بس أنا راح أحكي بموضوعين كلش مهمات. أول موضوع، ترى إحنا مو مشكلتنا باللواعيب، صدقوني يا أخوان، مشكلتنا مو باللواعيب. صحيح اكو واحد أو اثنين لاعب مفروض ما يكون موجودين بالمنتخب، بس من اللي اختارهم؟ انتم فكروا من اللي اختارهم ليش هم موجودين بالمنتخب؟ خوش. فالمهم هاي شغلة مدرب. فعندنا الواعيب، يعني حقيقة أنا أشوفهم الواعيب مقتدرين مهاريين. يعني تشوفهم بأندينتهم. راح أعطيكم أنا يعني أبسط شيء. يعني اليوم زيدان إقبال، إذا تابعتوا اللعبة مالت اليوم، زيدان إقبال ما شاء الله عليه، طب الشوط الثاني حرك لك النص وفاز فريقه 3-1. يمكن اليوم أي صح، فازوا 3-1. خوش. يعني ورا ما نزل زيدان يعني تحرك الفريق. قبل ينزل زيدان كان الفرق مال الفريق الثاني كلش ضاغط عليهم. فزيدان خوش حرك لك النص وبدأ يمرر مناولات كلش حلوة، وفتح هواي لعب المهاجمين فسجلوا. علي جاسم اليوم ما شاء الله عليه سجل هدف ولا روعة، يعني راوغ. تقريبا الدفاع كله روح شوفوا هدف علي جاسم اليوم. يعني مو يعني هدف، يمكن أحلى هدف شفته أنا لعلي جاسم لحد الآن. مهند بصحيح اليوم خسروا هم، وانا ما طلع مهند بعد صارت لك. لما طلع مهند العفو ما بدله. فمن طلع علي جاسم هم خسر فريق علي جاسم، بس هو الهدف الوحيد اللي علي جاسم كان حلو. بس لعبة مهند اليوم كلش حلوة. لعبة مهند حقيقة، مهند خطف لكرة اليوم من المدافع، بس حرامات ما طبت أجل. كلش يعني اللعبة كلش حلوة كانت. فانتم مثل ما تشوفون يعني عندنا الوعي كلش على يعني مراوغين مهاريين. بنشوفهم بأنديتهم بيلعبون كلش حلو. أنا أسمع مرات العالم صار هو أشوفه بالنادي مالته كات الروح مثل بايش وكات الروح. إي صح، كات الروح صحيح، بس التوظيف صحيح. يعني المدربين الثانيين جوظفوهم توظيف صحيح، بس مش شوفهم يتوظفون صحيح. شوفوا اللاعب العراقي يبرز. أنا مشكلتي حقيقة مو باللعب. أنت تتفق وياي لو لا، مشكلتي مو بالتاني. حتى لو جابوا لاعب مو زين، المشكلة مو باللاعب، المشكلة باللي جاب اللاعب. من جاب هذا اللاعب؟ فإذا أريد نحكي يعني حقيقة المدرب هذا ما أشوفه مدرب صالح للمنتخب العراقي. يعني حتى هو اللعبات الأخيرة، روحوا راجعوا اللعبات الأخيرة واستراليا، يعني حتى الاتحاد الاسترالي يعني طردها من المنتخب لأن نتائجه كلش مو زينه. مو فريق أقوى، مو هي فرق أقوياء، يعني فرق ضعيفة حقيقة، فرق متوسطة. كان المنتخب الاسترالي يتعادل لو يخسر، ما جاي يفوز يعني. فمن بدله شوف المنتخب الاسترالي ما شاء الله عليه، يعني صعد وراح الكاس العالم. هالمدرب التكتيك مالته قديم، ما راح يخدم الفريق العراقي. الفريق العراقي يا أخي أنتم كلنا نعرف، احنا كنا صغار نراقب طوبة ونلعب طوبة بالشارع برا. تعرف احنا عندنا الفريق اللاعب العراقي أو أي لاعب عراقي حقيقة مهاريين بالدفاع. شوف أنتم هواي تحكون عن الدفاع ما عليه. الدفاع جاي يلعب زين، ما عنده شيء. شوف هسه روحوا يعني الإحصائيات تقول احنا عندنا كلين شيت باللعبتين الأخيرة، وحتى بهاي مال ملك تايلاند هم ما حسجل علينا. لا أخذنا كهدف واحد، يسجلوا علينا هدف واحد. بس المشكلة مو بالدفاع، المشكلة بتوظيف اللاعب. إحنا نحب نهاجم، الفريق العراقي يحب نهاجم. أول ما بدأ كأساس ويانا يهاجم. حتى واليابان شلون فزنا على اليابان؟ هاجمنا بالبداية، هاجمنا بالأخير صحيح رجعهم كأساس، وهم يغلطوا هو كأساس، بس يعرف بالبداية شلون يهاجم. أنا ما أقول جيب رجعوا كأساس، بس تعرف ذبة الفريق العراقي لازم يكون مهاجم. فأنتم لعبة السعودية يعني لعبة كارثية حقيقة. أنا ما افتهمت التكتيك العراقي نهائيا. ماكو ولا هجمة وإحنا لاعبين على الفوز. يعني تقول ما أدري هالجاي يلعب الفوز، والسعودية تلعب هجوم وإحنا نلعب دفاع، وحاول نطلع وما نقدر. وسط ماكو، أجنحة ماكو. عندك أحسن أجنحة بالمنتخب العراقي قاعدين على المدرجات.
يعني شلون أنت تقبل؟ يعني هذا اللاعب نحرم أصلا نجيبه يجي يمثل البلد، نجيبه ونحطه مدرجات نفس ما كان يسوي كاساس قام يسوي هذا. فتقول اكو شيء واحد، هو واحد جاي يتحكم بالفريق حقيقة. وانا اقول 100% عدنان درجال حقيقة. انا مع الرغم مش قصة فقلت عدنان درجال، بس هو جاي يمشي المدربين على رايه يعني نفس اللي كان يسويه كاساس بالاخير هسه هذا ارلاند يسوي، يجيب اللاعب المغترب من هناك ويحطه بالمدرجات. يعني تذول الثنين لو منزلهم من البداية، ما احنا نحكي على ماركو فورج واحكي على شو اسمه ماجد، يعني ذولا اثنينهم لو منزلهم بالبداية وبعدين بالشوط الثاني تقدر عندك هواي اختيارات، تقدر تنزل علي جاسم، تقدر تنزل يوسف الأمين طاقتهم هاي بس. والنص يعني خربطت النص سويت بيه. يعني المفروض انت تخلي يعني انا شفت النص يعني مخربط، ما موظف عدل يعني مع الأسف ما جاي يشوف. يعني الوسط مشكلة للمنتخب العراقي، عندنا الواعيب بس ما عندنا من اللي وظفهم الصح بالوسط خصوصا. أني عندي إيمار شير وعندي زيدان نقبال، دول اثنين يلعبون ارتكاز فرقهم. زيدان يقدر يصعد يهاجم وإيمار يبقى بالدفاع. يعني أنا ما جبته كيف يعقوب يكون ورا المهاجم، هو لعبته لاعب صانع ألعاب أو حتى يلعب هجوم. ما أنا شايف اللعبات إلى يلعب هجوم. كيفن يحب يلعب الهجوم. فالعماري مو ذاك اللاعب. لا العماري يمكن يكون احتياط، تقدر تستخدم احتياط بس يا أخي مو أساسي. بس المهم أنا شوف إيمار شير عندنا نزعة دفاعية وعندنا نزعة هجومية وهواي أحسن من العماري حقيقة. فما أفتهم هذا تكتيك مال المدرب حقيقة، يعني تعبنا حقيقة. فما أشوف يقدر يساعد المنتخب العراقي أو وصل المنتخب العراقي بهيك أسلوب. على الاتحاد يشوفون حل. والله حتى ما تعرف من تحكي ويا الاتحاد، ما تعرف عدنان، ما تعرف دايخ، هو يريد بس يوصل. أعرف أنا هو يريد يوصل لكأس العالم بس جاي يخبط يا أخي، جاي يخبط هو، جاي يخربط هواي. وذولاك الجماعة بالاتحاد خلونا ساكتين يا مودين. بس أنا أتمنى يعني هذا المدرب يعرف شلون يوظف اللاعبين. بس يعني مشكلتنا عندنا وبلعب هجوم. منتخب العراق اللاعب العراقيين مهاريين يحبون الهجوم يا أخي. الهجوم أحسن وسيلة بالدفاع. اللعب ما جافته. فالمهم ودوا لي أي تعليقات عندكم والسلام.